لو بيع 200 أو 300 ألف قميص لنيمار ب$100، هذه 300 مليون سيتم دخلها في 3 شهور. أنا أعتقد قمصان نيمار لو تباع ب$100 وهي ستباع ب$100، وأعتقد من الليلة إذا تم توقيع عقدها، شكل أذكر عندما وقع بيكهام آنذاك مع ريال مدريد في اثناء التوقيع بيع لها 8000 قميص ب€100. فما بالك الان نحن نتكلم عن نيمار ذو الشعبيه الكبيره في امريكا الجنوبيه وفي اوروبا، وفريق باريس سان جيرمان اللي شجعه كل سكان باريس، اللي تعداد سكانه تقريبا 5 مليون. لو ينباع 300 ألف قميص ب$100، هذه دخلوا قيمة عقد نيمار في 3 شهور، وعلاوة على تسويقه والماركتينج وتسويقه الجيد حق أيضا 2022. عقده هو بيستمر 22. إذا هناك مكاسب تجارية، مكاسب إعلامية لكأس العالم اللي تستضيفه قطر ب 2022، وأيضا لباريس سان جيرمان اللي أنا أعتقد هناك لن يصبح مقعد فاضي في أي مباراة لباريس سان جيرمان محلية وأوروبية، لأن الملعب النادي حيكون فولي بوكت في الكراسي. فهي مردود تجاري حقيقة، ويحسب لباريس سان جيرمان.